أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يصبح العبد همه الآخرة؟ كم سيبقى الإنسان في الآخرة؟ عجيب، أبد الأبد بلا نهاية. وحينئذ أيهما أولى بمقصد الإنسان أن يقصد به هذه الدنيا بسنواتها القلائل ولا يقصد الآخرة؟ هذا الشيء الثاني: من قصد الآخرة جاءته الدنيا وهي راغمة، ومن قصد الدنيا فحينئذ ليس له من الأجر شيء، فكيف يفوت على نفسه الأجور العظيمة؟ ثم تكفل الله تعالى بأمر الدنيا. ألم يقل الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ثم الأمر الآخر وهو أن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، بالتالي هي وسيلة، فالعقلاء يلتفتون إلى المقاصد ولا تقطع الوسائل الطريقة عليهم.